فيلم ممرة الليل، فيلم إيطالي أنتج عام 1979 من بطولة الرائعة جلوريا جويدا، وبتدور أحداث الفيلم عن الممرضة أنجيلا يلي استأجرها طبيب الأسنان نيكولا حتى تعتني بعم مرته الملياردير يلي إجا من السفر حتى يستقر عندهم. وبيكون عند الطبيب ابن واسمه كارلو، وبتدور أحداث كثيرة وشيقة من كوميديا ورومانسية، وبيحاول الطبيب بشكل مستمر إقناع ابنه يلي بيكون بيدرس صيدلة التقرب من أنجيلا، بس بيرفض الشاب بشكل دائم. وبنلاحظ على العم إنه عم يصطنع المرض أو إنه عم بيدور على شيء بهالبيت. وبنعرف إنه أنجيلا بتكون رفيقة كارلو بالجامعة، وهو ما عارف إنه هي نفسها الممرضة الليلية يلي عندهم بالبيت، بس بعدين بيعرف وبتصير كتير أحداث ما رح نتطرق لها حفاظا على متعة مشاهدة الفيلم. وبنكتشف إنه العم انتحل صفة العم الحقيقي، ويلي بيكون مخبره وهو عم بيموت إنه مخبي ثروة من الألماس في ثرية بيت بنت أخوه، وجاي حتى يسرق هالثروة، بس الخادمة بتعطي الثرية القديمة لبائع الخردة، ويصير الكل يطارد البائع. وبننصدم إنه الألماس بيكون مع أنجيلا، أو بيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.